أخيرا هرد على أسئلة السكاكر بمناسبة وصولي 3000 مشترك. يلا بينا للأسئلة المهربشة. هاي يا سكاكر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا من كام يوم كنت منزله بوست بقول فيه اسالوني اي سؤال حابينه وانا هجاوب على كل الاسئله في فيديو اسئله السكاكر. والله هم بارك يعني فيك 60 سؤال، فجهزوا كوبايه القهوه بتاعتكم عشان لو الفيديو طول ولا حاجه. ونبدأ بأول كومنت من روز، بتقول نبدأ بأسئلة ريمو المسكرة. والله انت اللي عسل ومسكرة بجد. بتقول ازاي بتسجلي صوت الدبلجة؟ طب بصي، لو قصدك كنبرة وأداء فأنا بعيش المشهد مكان الشخصية علشان أقدر أحس بالمشاعر بتاعتها علشان أطلع أداء مظبوط. أو لو قصدك ازاي برنامج فأيوة بسجل ببرنامج تسجيل صوت عادي جدا بيتعمل هندسة صوتية وبمنتج في كاب كات. ونشوف تاني سؤال سألته، بتقول البرنامج جاوبنا عليه. هل عندك فريق دبلجة؟ أيوة عندي فريق دبلجة اسمه ديوب نوفا، أنا كنت قايلة عليه قبل كده على فكرة. ازاي بتلاقي مؤدين الاصوات؟ حرفيا مجتمع المدبلجين كتير جدا، يعني مدبلجين كتير جدا بجد. انا كل فتره بتعرف على ناس اكتر، كل ما اتعمق في موضوع الدبلجه بتعرف على ناس اكتر. غير ان انا التيم بتاعي فيه يجي 70 عضو مدبلج، ف70 بحالهم دول أنا لو عملت مع كل شخص فيديو يعني تخيلوا بقى 70 بقى، ده كده تيم واحد وانا في كذا تيم، فعدوا بقى كده. فالموضوع ايزي جدا يعني. اخر سؤال من روز، بتقول سؤال مهم ليه، انت مسكره؟ انت ليه بجد دخلتي قلبي، انت اللي مسكره وعسل وانا كلكم بحبكم يا سكاكر. وندخل على تاني كومنت من زوزو، بتقول ليش انت سكر؟ انت اللي سكر يا قمر. ايه اسمك الحقيقي؟ اسمي ريما عادي جدا. وش عمرك الحقيقي؟ عندي 18 سنه. 18 سنه يوم 25/11 هكون كملت 18 سنة، فمحدش ينسى عشان هكنكد عليكم كلكم. يوم 25/11 محدش ينسى يا سكاكر بجد، هزعل. ايه تحبيني الدبلجة؟ جدا جدا جدا، بموت في حاجة اسمها دبلجة. بتحبي الرسم؟ ايوه جدا 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 بحب الرسم من وانا صغيرة، لكن رسمي مهربش يعني، رسمي مش حلو يعني، بس انا بحب الرسم يعني، اعمل ايه يعني؟ ايه اكلتك المفضلة؟ اكيد 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 يعني اكيد البشاميل يعني، اكيد مين مش هيحب البشاميل؟ انا هروح اتعارك مع اللي مش بيحب البشاميل يعني، هي دي اكلتي المفضلة. هل هذا الصوت صوتك الحقيقي لانه يجنن؟ والله انت اللي عسل وتجنني بجد. ولكن ايوه هو ده صوتي الحقيقي بجد. ده صوتي ربنا خلقني بيه. لكن عايزه اقول لكم حاجه كده صغيره. من وانا صغيره انا كنت صوتي الطبيعي حتى بعد ما كبرت عندي لحد وانا عندي 16 سنه او 16 يعني كان صوتي صغير جدا. يعني دلوقتي ممكن تشوفوا لو حد فيكم شاف صوتي صغير، لا هو دلوقتي انا بالنسبه لي كبير جدا 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 يعني. هو كان صغير جدا لدرجه اني والله العظيم مش بهزر، كانوا بيحسبوا ان هو صوت اخويا الصغير اللي عنده 10 سنين. وانا كان عندي عقده جدا من صوتي، وكان في ناس بتتنمر على صوتي ويتريقوا عليه عشان كان صغير وكده يعني، كنت بتعرض للتنمر على فكره. لكن الدبلجه اول ما دخلتها من سنه، الدبلجه دي يا جماعه بتطور نبرتكم، بتعرف عندكم نبرات تانية ولا لا؟ فطبيعي نبرتي حتى العاديه، صوتي العادي جدا الطبيعي ده كمان اتطور يعني، كمان اتطور جدا. كان فضل يكبر سنه لحد ما بقى كده يعني. انا شايفاه كبير جدا صراحه. مش عارفه بقى. المهم يعني فانتوا كمان لو حبيتوا تطوروا صوتكم يبقى عندكم نبرات جديده تقدروا تدخلوا الدبلجه. انا مثلا هديكم مثال، مثلا استنوا 2000 years later. اهلا يا جماعه ازيكم، يا رب تكونوا كويسين. اهلا يا جماعه ازيكم، يا رب تكونوا كويسين. استنى اجيب لكم نبره انيا. اهلا يا جماعه ازيكم، يا رب تكونوا كويسين. كده يعني حاجه زي كده يعني. اوكي. حاسه ان انا طولت في كومنت واحد. انا بجد رغايه. انتوا بجد شايفين ان انا رغايه؟ انا عارفه ان انتوا بتقولوا كده جواكم ان انا رغايه، بس انا مش رغايه، انا ما عملتش حاجه على فكره. والكومنت اللي بعده من فاتي سان، بتقول انها عندها اسئله كتير حلوه. اول سؤال بتقول هل بتخططي تغيري شخصيتك بعدين وعايزاها ازاي؟ بصي انا هقول انا بحب شخصيتي الحاليه جدا 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 على فكره. قعدت كتير جدا عشان اختارها وهي عجباني. انا كنت عايزه حاجه تعبر عن شخصيتي، عن الحاجه اللي بحبها، مش يكون عندي شخصيه بالاسم كده وخلاص، لا انا عايزه حاجه فيها الوان بحبها، شكل بحبه واكون مرتاحه له عشان اكون مرتاحه واكون متحمسه للمحتوى اللي انا بنزله. فهي شخصيتي عجباني جدا على فكره. لكن قدام لما اجيب بي سي وتعلمت الرسم هعمل لي انا شخصيه بالستيل اللي انا حباه، وهيكون في بينك برضو بقى، تكون بينك كلها. تاني سؤال، هل راح تستمري في محتوى عشوائي وراح تثبتي على محتوى معين؟ بصراحه ما اظنش ان انا هثبت على حاجه معينه، لان انا شخص بحب التنوع جدا. انا بحب دبلجه، عمري ما هسيبها. بحب الفيتيوبر كمان، عمري ما هسيبه. بحب الرسم، لسه بادئه فيه في تعلم رقمي، فكمان هنزل رسم، هنزل العاب، هنزل شرح، هنزل كل حاجه. انا بحب التنوع يا جماعه، اثبتوا يعني. هو كده. هل فعلا بتحبي دبلجه وعايزه تكملي فيها ولا لا؟ ايوه بحبها جدا وهكمل فيها. بتعتبريها هوايه لطيفه تستمتعي بيها من وقت للتاني؟ بعتبرها هوايه لطيفه وبستمتع فيها وعايزه اكمل بيها في نفس الوقت. شكلي تحمست كتير. المهم شكرا. اوكي يا قلبي.
الكومنت اللي بعده من موكو بتقول اي انمي بتحبيه اكتر. انا بصراحه انا مش بتفرج على انميات، انا بدبلجها بس. لكن لو هتفرج بجد هتفرج على جيجيتسو كايزن او دايمون سلاير او سولو ليفلنج، هو حاجه بالتلاته دول. هل الصوت الخشن ينفع للدبلجه؟ طبعا طبعا يا سكره، اي صوت واي دبره سواء صوتك ناعم خشن رفيع ينفع للدبلجه، واي حد يقدر يدبلج. تحب ايتاشي او ساسكي؟ بصراحه انا ما اعرفش هما مين، فيا رب اكون بس نطقت اسمهم صح، فراح ابحث عليهم. يا جماعه ده طلع ايتاشي. شكله عامل كده ليه؟ ده ساسكي. لا انا هختار ساسكي عشان شكله احسن. وده كان اخر سؤال. بتقول يا رب تطلعيني، واديني طلعتك سكره. الكومنت اللي بعده من يوكي بتقولي هي بتحب الانمي الرومانسي. مين بيحب الانمي الرومانسي بجد؟ لا مش بحبه. كم عمرك؟ لسه قايله عندي 18 سنه وكده. تمتلكي صديقات؟ ايوه عندي صديقات كتير. اكتر شخصيه تحبه بين البنات والولاد في انمي؟ لو بنت فهي انيا. انا مش هقول متصرة عشان محدش يقول البنت الفاسده وكده. الولد بص انا هقول لك عشان انا بحبهم جدا جدا على فكره، وبشوف الريلز بتاعتهم بقى كده على انستا وتيك توك. هما اتنين. اول حد جوجو ساتورو، ده قلبي، ده قلبي بجد يعني. تاني واحد سونج اللي في سولو ليفلنج، صح؟ هو اسمه سونج صح؟ هو اسمه سونج. عسول ده جميل. ده كان اخر سؤال منها، وبتقول ان شاء الله ما زعجتكيش بأسئلة. بحبك يا سكر يا عسل. والله انت اللي عسل، وبحبك جدا يا قلبي، انت يا عسولة. براء بتقول يا رب اكون نطقت الاسم صح بجد. بتسأل اللعبة بتاعت افي. ده برنامج. افي برنامج مش لعبة. كيف اقدر اني ادخله؟ يعني لازم اكون مشغله الفي بي ان؟ لا، انت لو هو ما اشتغلش وانت فاتحه الفي بي ان، اقفلي الفي بي ان وجربي ادخلي هتلاقيه فتح باذن الله. حصل معايا كده. السؤال التاني ليش انا بحبك؟ والله انت اللي عسل، انا اللي بحبك وبحبكم كلكم. خدوا بوسه. الكومنت اللي بعده من كاس. ايه ده الاسم ده؟ كاسكولوبا النور. ما علينا. جبت شخصيتك منين؟ والله جبتها من موقع بس هي بفلوس يعني. ايه اكتر اكله بتحبيها؟ جاوبت عليها. كام سنه جاوبت. بتحبي انمي ولا كرتون؟ الاتنين صراحه، بس انا اللي مفرجتش على انمي يعني. بس انا نفسي طلعيني يا جديد، طلعتك يا عسوله. الكومنت اللي بعده من ميمي. اول سؤال جاوبت عليه قبل كده، وتاني برضو سؤال جاوبت عليه قبل كده. ازاي جاتلك فكره تفتحي قناه؟ بصي انا كنت مدبلجه من زمان، فانا مش فاكره صراحه من امتى اول فيديو نزلته، بس كنت بنزل ريلز دبلجه بدبلجها ده كمحتوى دبلجه. ولكن بدات فيتيوبر من شهر تقريبا. ايوه هو شهر. والفكره جات لي ان انا كنت بشوف ناس كتير بيعملوا الحاجه دي، فانا كمان جالي الهام ان انا اعملها فعملتها. ايه لعبتك المفضله؟ لو انا كنت هجاوبك من سنه كنت هقولك فري فاير، عشان كنت بحبها جدا جدا جدا. كان بقالي 7 سنين بلعبها، ولكن حاليا روبلوكس بحبها جدا، فهي اللي بلعبها. الكومنت اللي بعد كده من عمر. اول سنه جاوبت عليه عمر. تاني سؤال مين هي الفيتيوبر المفضله عندك؟ هي انا. لا بهزر، بس انا بجد ما عنديش معرفه كبيره بالفيتيوبر العرب. فلكن صاحبتي اللي هي صاحبتي اعرفها من زمان، ومن الناس اللي كنت لما قلت لهم الفكره من الناس اللي دعمتني وشجعتني كانت جيني لورا، فهي صاحبتي وبحبها جدا كمان. هي الفيتيوبر المفضله عندي. هل ممكن تلعبي لعبه كوكي ران كينجدوم؟ بصراحه ما اعرفهاش، ولكن اوكي لو طلعت لعبه حلوه العبها. 4 و5 و6 جاوبت عليهم. وندخل على الكومنت اللي بعده. كينج بيقول معك يا اخوك من الجزائر دائما ادعمك. شكرا جدا بجد. من الذي حفزك على دخول عالم الفيتيوبر؟ بصراحه هي الفكره ذات نفسها اللي كنت حابه اعملها، فانا كنت مصره ان انا اعملها اساسا. ولكن اللي حفزوني كتير صراحه، يعني انا لما عرضت لهم الفكره كتير جدا صحابي والست صحابي بتوع الدبلجه شجعوني جدا بجد، وقالوا لي نشوفك يا رب نشوفك فيتيوبر قد الدنيا. فانا بحبهم جدا. وكمان الدعم الاساسي ليا هي ماما، فادعوا لماما يا جماعه بجد، عشان بسببها انا مكمله معاكم. تاني سؤال بيسال عن البرنامج اللي بستخدمه في تسجيل الشاشه. صراحه والله انا مش بستخدم برنامج. موبايلي ذات نفسه فيه خاصيه تسجيل شاشه يعني. اوكي لو انتوا عايزين تنزلوا برنامج، في برنامج اسمه تسجيل شاشه اسمه اكس ريكوردين حاجه كده، صراحه نسيت اسمه، كنت بوريه لكم قبل كده. السؤال اللي بعده بيسال عن برنامج تسجيل الصوت. بصراحه انا اغلب الوقت بكسل فبسجل من كاب كات وباخده واعمله هندسه. ولكن برضو تقدروا تدخلوا على جوجل بلاي وتبحثوا عن برنامج تسجيل الصوت. كل البرامج حلوه على فكره. النصائح اللي بتقدميها ليا عشان ابدا في عالم الفيتيوبر؟ ابدا انت تبدا وتاخد ثقه في نفسك. تتحفز ان انت تكمل كل يوم تطلع بصوتك وشخصيتك، مش لازم تتصنع قدام الناس وبس كده يعني. اهم حاجه جوده الفيديوهات وجوده الصوت تكون كويسه وكده يعني، وتكون بتنزل حاجه انت حاببها علشان تقدر تكمل. الكومنت اللي بعده من مونلي بتقول لي رقم 1 انا قلت الانميات
الكرتون اكيد يعني ميراكلس. مين هم الفيتيوبرز اللي انت بتتابعيهم؟ بصراحه انا بتابع صحابي بس يعني، فاللي هم ارتي وجينيلورا وزودا وكمان سانا تشان. رقم 4 وجاوبت عليه. 5 عندك مواهب تانية غير الدبلجه؟ بصراحه انا بحب الرسم جدا، انا قلت لكم كذا مره كل شويه بقول لكم انا بحبه، مش عارفه ده يعتبر موهبه ولا لا. بعد كده ايه، هل جربتي قبل كده تلعبي بوني اوين؟ انا بصراحه ما اعرفهاش بس ممكن ابقى اجربها يعني. تقدري تدينا نصايح للدبلجه عشان انا مدبلجه مبتدئه؟ بصي يا حبيبتي انت تدربي كتير جدا، وكمان شوفي حد محترف يدربك. يكون حد محترف. في ناس مسميه نفسها ان هم محترفين ومستواهم زي كده يعني، فلازم حد محترف يقولك على السلبيات اللي عندك ويديكي نقد بناء. لازم انت كمان تكوني متقبله النقد البناء علشان تتطوري. جربتي تلعبي؟ لا، اللعبتين دول ما لعبتهمش قبل كده، ممكن ابقى اجربهم يعني. الكومنت اللي بعده من مكرونه بيقول ازاي تعرفت على الفلاح اكوا؟ عادي، هو الاخ اكوا صديق يعني، فدخلت السيرفر بتاعه وهو شخص محترم ساعدني ان انا اعمل السيرفر بتاعه، هو عمله اساسا هو والتيم بتاعه، فشخص يشكر جدا. ايه طموحك في المستقبل؟ بصراحه كفيتيوبر يعني طموحي ان انا اتعرف اكتر واقدم لكم محتوى انتوا بتحبوه. انا اصلا من وانا صغير نفسي اتشهر بجد، فلو ده حصل يعني هيكون يوم الهنا زي ما بيقولوا يعني، فايتس اوكي اللي ربنا يجيبه حلو. ايش المواهب اللي عندك او اللي انت بتحبيها؟ بصراحه انا بحب الدبلجه والرسم يعني. رقم 4 يعتبر جاوبت عليه قبل كده، فندخل على الكومنت اللي بعده. بعد كده لوسكا بيقول تفتكري لو وصلتي للمليون متابع هتوزعي جوائز على السكاكر وكده ولا تاخديهم كلهم لنفسك؟ السؤال ده سوسه جدا يعني، هذا السؤال سوسه جدا كده يعني. لو وصلت يعني مش هستخسر فيكم حاجه، لو حصل يعني واتغنيت لو يعني فاكيد يعني هغنيكم معايا يعني. المهم الكومنت اللي بعده، ايه اكتر 3 ايميلات قلت يعني السؤال ده ايه هدفك من القناه؟ قلت يعتبر هل ممكن تضيفوا محتوى قصص للقناه؟ ايوه جدا يعني، انا كده مدبلجه فالموضوع ده هيكون ايزي جدا بالنسبه لي، فانا عايزه بجد انا عايزه. ما هو اكتر فيديو تعبت عليه؟ بصراحه اكتر فيديو كمونتاج الفيديو اللي هو حبست 4 شخصيات مشهوره، ده تعبني في المونتاج صراحه. هل انت بتكرهي الاندومي؟ بصراحه لا، انا بحبه في اوقات، ايوه بكرهه، ما بقول كنتش طايقاه بس انا بحبه زي ما انا بكره اندومي، اكرهه براحتك. مستر الكترو بيقول نفسي ترد عليه امتى هتنزلي فيديو على لعبه بوبي بلاي تايم؟ انهي لعبه دي؟ ودي حد قال لي عليها قبل كده مش فاكراها، ممكن اجربها. بعد كده حد انون بيقول كم عمرك، كم طولك ليه بجد يعني؟ ليه مام؟ مش حابه اقول يعني. يعني مش طويله، انا تحت 160 يا جماعه. انتي من وين؟ من مصر. هدفك؟ قلت هدفي افضل، قلت الكلام ده كله. ايه تاني اللي ما قلتوش؟ لوني المفضل وهو البينك. في اي مستوى دراسه تدرسين؟ بحبك كتير انا اكتر. انا داخله اولى كليه يا جماعه، اولى كليه. ايه اكتر سر محدش يعرفه عنك؟ بصوا اللي محدش يعرفه عشان انا عندي سر، بهزر. بص انا في الحياه الواقعيه الحقيقيه انا شخص انطوائي جدا، يعني محدش ممكن يعرف ده، بس انا شخص انطوائي جدا جدا جدا. انا ما بحبش الناس، ما بحبش اتعامل مع الناس، انا شخص انطوائي كده كده يعني. انا عندي باش اتكلم معاكم كده مش شايفاكم ولا شايفيني، فكده ايزي كده حلو ده. ليه اخترتي اسم ريمولا ولقب السكاكر؟ طب استنوا بقى احكي لكم بقى. اسم ريمولا انا اول اسم طلعت بيه كمدبلجه كان ريومه، ده الدلع بتاعي اصلا، اي حد بيقولوا لي ريومه ريومه بقى كده. فايه بقى ريومه ده دلع ناس كتير جدا يعني، ابحثوا عن ريومه هتلاقوا في ناس كتير جدا من سميه نفسها ريومه. انا كنت عايزه لما ابدا محتوى فيتيوبر كنت عايزه اسم او لقب مميز ليا انا لوحدي، وانا فضلت ادور كتير جدا عن ايه اللقب او الدلع اللي متعلق باسم ريم ومش موجود ومحدش بيه علشان اكون متميزه. فبصراحه يعني لقيت كل الدلع اللي متعلق بريم، روما، ريمي، ريومه، لدرجه في رومولا، ريميلا، حاجات كده. مفيش ريمولا بقى انا اخترعته، انا كنت عايزه حاجه مش موجوده فانا اخترعت ريمولا. في ناس بتحسبه روميلا او ريميلا، فالحاجات دي موجوده برضو، ما انا كنت جربت برضو لقيت الحاجات دي موجوده. حد كان بيقول لي بحثت على اسمك لقيت طلع لي مش عارفه زيت غسيل عربيات حاجه كده. يعني يا جماعه بلاش، يبقى اسم ريم ولا محدش بالاسم ده، ما تحاولوش. بالنسبه بقى للقب السكاكر، بصوا انا اشرح لك. انا كان يعني كنت صاحباتي وكده، كنت انا معلقه معايا كلمه سكره، فاي واحده صاحبتي ايه حبيبتي يا سكره كده يعني، فبقول لهم يا سكره. فبصراحه جاي اول فيديو يوتيوب كده جيت فجايه اكلمكم لقيت نفسي طلعت كده بجد، انا مش بهزر، طلعت كده سكاكر هي سكاكر عاملين ايه، هي جت كده فهي يعني خلاص انتوا سكاكر بتوعي خلاص.
بس كده عشان بقالي ربع ساعة متواصلة عمالة اتكلم. ربع ساعة كملت ربع ساعة ولا لا مش عارفة. المهم انا كده تقريبا جاوبت على كل الاسئله، وسامحوني لو في حد الكومنت بتاعه ما ظهرش، بس انا بجد لقيت اسئله كتير متكرره فاخدت الاسئله الاساسيه والباقي متكررين، فانا جاوبت على كله يعني. صح هو كده. المهم بما اننا وصلنا لنهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للقناه علشان يوصلكم كل جديد يا شويه سكاكير.